اهلا بيكم لعيبه في فيديو جديد مع باكجات نجوم الاسبوع القادمه يوم الخميس، وكمان معانا شويه اخبار كده عن جليتشات اللعبه، وكمان في ثغرات في اللعبه او برامج هاكرز والكلام ده كله. ولكن طبعا قبل كل ده نبدا بباكجات نجوم الاسبوع، واول باكج معانا باكج نجوم الاسبوع العادي، وده صديقي متوقع انه يكون باكج مميز جدا. يعني مبدئيا كده انت عندك اول لاعب فيه هو قلب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك، العملاق الهولندي اللي بيتالق جدا في الاسبوع ده، بيسجل هدف جميل وكمان بيقدم اداء دفاعي برضه كويس جدا. طبعا انت كان عندك لعيبه برضه تألقت في المباراه دي زي صلاح سجل هدف، وجاكبو عمل اسيست وكان اداؤه جامد جدا في المباراه دي. ولكن اعتقد كده كونامي هتحب تنزل فان دايك لانه فعلا كان متألق وسجل هدف حلو كمان، وبقاله فتره طويله مش بينزل معانا في اي باكج. اما اللاعب اللي بعده بقى فهو وسط ملعب انتر ميلان نيكولو باريلا، اللي بيتألق برضه الاسبوع ده بشكل كبير وبيسجل هدف هو كمان، وبيكون افضل لاعب في المباراه. يعني برغم ان الانتر كسبانه 3-0 وعندك ترام سجل وزيلينسكي كمان سجل هدف، ولكن باريلا كان متألق جدا في نص الملعب، فمتوقع برضه نشوفه معانا بنسخه نتمنى تكون قويه كده. وندخل بقى على اللاعب اللي بعده، هو نجم من نجوم السيتي الحاليين ريان شرقي يا صديقي، اللي بيتألق جدا هو كمان وبيسجل هدف جميل في مباراه طبعا كانت قويه ومهمه جدا للمنافسه على الدوري، لانها كانت قدام ارسنال يا صديقي. وشرقي مش بس بيسجل هدف، ده كان هو افضل لاعب في المباراه كمان، برغم ان هالاند سجل هدف وبرغم طبعا تألق برضه المدافعين بتوع السيتي، لكن شرقي كان هو الافضل. فتوقع كده نشوفه معانا بنسخه كويسه جدا. ونيجي للاعب اللي بعده، هو طبعا مورجان جيبس وايت، وجيبس وايت يا صديقي بينفجر تماما الاسبوع الحالي مع نوتنجهام فورست، وبيسجل هاتريك وبيقدم اداء يعني جبار، ده برغم ان كل اللعيبه حوالين منه في الفريق كان ادائهم تعبان جدا. فتخيل انت بقى صديقي اداء جيبس وايت كان عامل ازاي في المباراه دي، يعني هو كان بيلعب لوحده تماما. اما اللاعب اللي بعد كده هو ادريان رابيو، نجم وسط ملعب اي سي ميلان، اللي بيتألق هو كمان وبيسجل برضه هدف حلو، ومش بس هدف حلو، ده هو هدف الفوز لانه كان الهدف الوحيد لاي سي ميلان، فمنتظر برضه نشوفه معانا في الباكج القادم. اما اللاعب اللي بعده بقى صديقي فهو فتى ريال مدريد سابقا وفتى اولمبيك ليون حاليا، وهو اندريك طبعا، الموهبه البرازيليه الجباره اللي بيسجل هدف وبيصنع هدف لفريقه، وده مش قدام اي خصم ولا في اي مباراه، ده قدام باريس سان جيرمان، وبيكسبوا طبعا باداء اندريك الجامد جدا. اما اللاعب اللي بعده فهو قلب دفاع اليوفنتوس كالولو، وكالولو ده بيصنع اسيست يعني، وكان برضه من افضل اللعيبه في المباراه، فمحتمل نشوفه معانا في الباكج. كمان عندك قناص استون فيلا اولي وودكنز، اللي بقاله فتره متغيب كده عن التألق، ولكن بيعود ويتألق من جديد وبيسجل هدفين وبيعمل اسيست كمان. اما اللاعب اللي بعده فهو لامينز حارس مرمى مانشستر يونايتد، طبعا هو تألق بشكل كبير قدام تشيلسي وشال اكتر من كوره، هما مش كوره كتير، حوالي 3 تصديات، ولكن 3 تصديات صعبين جدا، ويعتبر هو كان من اسباب الفوز الرئيسيه في المباراه دي، فممكن طبعا نشوفه في الباكج القادم هو بقى او كونيا، فواحد من الاثنين هيكون معانا. ويبقى دول كده يا صديقي ابرز لعيبه الباكج القادم يوم الخميس نجوم الاسبوع العادي، وهو باكج يعتبر مميز برضه لان عندك فيه اكتر من لاعب اقوياء جدا، ومن اللعيبه المميزه فعلا في اللعبه، مش بس على مستوى الاسماء ولكن كمان على مستوى التحركات والذكاء الاصطناعي بتاعهم في اللعبه. وطبعا كالمعتاد هيكون لنا فتحه مجانيه على الباكج ده. اما بقى الباكج الثاني يا صديقي فهو باكج نجوم دوري ابطال اوروبا، طبعا الباكج ده لحد الان مش محسوم امره هل هينزل فعلا ولا لا، لان زي ما انت عارف يا صديقي الفرق اللي باقيه حاليا في دوري ابطال اوروبا بدات تقل بشكل كبير، وعدد المباريات كمان ما بقاش كبير علشان كونامي تنزل بقى من كل مباراه لاعب مثلا او اتنين او الكلام ده كله. فبالتالي يا صديقي في شك ان كونامي تنزل باكج لدوري ابطال اوروبا يوم الخميس القادم، ولكن ده ما يمنعش برضه ان في توقعات للباكج ده في حاله ان اصلا كان في باكج. وبشكل عام كده يا صديقي دي هي التوقعات لباكج دوري ابطال اوروبا ده لو كان في باكج زي ما قلت لك كده. يعني عندك فيران توريس اللي كان متالق جدا برغم برضه الخساره لبرشلونه، ولكن هو كان متالق، وعندك لامين يامال كمان، عندك برضه من ريال مدريد رغم الخساره ولكن ارنولد كان متالق، ابراهيم كوناتي من ليفربول، عندك جواو نيفيز، او ممكن كمان برضه من باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي كان متالق جدا، وعندك اردا جولر برضه مع ريال مدريد كان مميز جدا برغم الخساره، ولكن هو قدم مباراه جميله قدام بايرن ميونخ. كمان مارتن زوبيميندي مع ارسنال برضه قدم اداء مميز، وعندك برضه ادي مولا لوكمان مع اتلتيكو مدريد كان بيقدم اداء جامد. كمان حارس ارسنال ديفيد رايا متوقع برضه نشوفه معانا، وعندك برضه ماتيو روجري ده كان متالق برضه مع اتلتيكو مدريد. وفي بقى من سبورتنج لشبونه كواريزما، يعني دول كده يا صديقي اللعيبه اللي ممكن نشوفها طبعا، ده في حاله ان كان في باكج لدوري ابطال اوروبا يوم الخميس القادم، مع ان الاحتماليه دي هي بصراحه مش عاليه قوي، يعني تقدر تقول كده 50% ممكن يكون في باكج و50% ممكن ما يكونش في اي باكج لدوري الابطال، فبالتالي الموضوع لسه مش محسوم قوي، ولكن بكل تاكيد هيتحسم بكره لما كونامي طبعا تنزل صور تخمين اللعيبه في الباكجات وكل الكلام ده. نيجي بقى صديقي للخبر الثاني اللي معانا، وده عن وجود 10 كوينز موجودين طبعا في موقع
اي فوتبول الرسمي. طبعا هنا بقصد الموقع الخاص بشحن الكوينز يا صديقي. انت لما تدخل عليه هتلاقي ان في 10 كوينز مجانيه لجميع المنصات. يعني لو انت بتلعب على البي سي فهتلاقي ال 10 كوينز دي مجانا ليك، ولو انت بتلعب على الموبايل اندرويد او ايفون فبرضه في 10 كوينز مجانيه. انا ما اعرفش بصراحه ليه كونامي جايه على نفسها جامد كده، يعني 10 كوينز ده كتير جدا، وهي نزلت امبارح تقريبا كده يوم الاثنين. انا مش فاهم بصراحه ليه بالتحديد 10 كوينز، يعني مثلا كانت خليتها 50 كوينز او 100 كوينز، لكن هو ده اللي حصل يا صديقي وهو ده اللي موجود حاليا. فال10 كوينز دي لو انت عاوزها ادخل هاتها من موقع اي فوتبول الرسمي، وممكن اسيب لك اللينك بتاعه في اول كومنت مثبت. اما بقى الناس اللي بتسال عن الفتحه ال20 على الباكج الايبك المجاني وبيدوروا عليها مش لاقيينها، مش عارفين يستلموها، فطبعا لسه يا شباب الفتحه ال20 دي هتكون يوم الخميس القادم. يعني احنا لحد دلوقتي كده استلمنا 19 فتحه مجانيه على الباكج ده، فبالتالي انت مفيش قدامك فرصه غير انك تفتح طبعا الفتحات دي لو انت عاوز تفتحها يعني، او لو عاوز تستنى بقى اليوم الخميس القادم لحد ما تستلم طبعا الفتحه ال20 وتفتح مرتين 10 فتحات مع بعض. ولو طلع لك لاعب ايبك طبعا مبروك عليك بقى اللاعب ده. اما لو ما طلعلكش بقى لاعب ايبك فبالتالي الفتحه المجانيه المضمونه اللي في المهمات دي هتستلمها على طول يا صديقي وتاخدها بقى وتفتح بيها على الباكج ويجي لك لاعب مضمون. وكل الكلام ده هيكون يوم الخميس القادم. نيجي بقى يا صديقي للاخبار المنتشره عن جليتشات اللعبه والثغرات وكل الكلام ده. مبدئيا كده في بعض الفيديوهات انتشرت لناس او اشخاص يعني بيحاولوا يعملوا ثغرات في اللعبه. طبعا الثغرات دي ببرامج خارجيه كمان يا صديقي، يعني مش ثغرات من داخل اللعبه، لا ده كمان معاهم برامج خارجيه كده بيحاولوا يجيبوا بيهم لعيبه ايبك او ايا كان نوع الباكج بقى. يعني لو باكج ايبك بيختاروا طبعا ان الباكج ده ايبك يعني، ولو باكج شو تايم بيختاروا الباكج شو تايم من البرنامج اللي هم عاملينه ده يا صديقي. والبرنامج ده بقى لما هم بيفتحوا بيجيب لهم على طول لاعب زي ما هم اختاروا، سواء كان لاعب ايبك او لاعب شو تايم. كمان في اختيار تاني اللي هو اوتو وين، ده غالبا كده حاجه زي ان يعني يجي لك لاعب على طول ايا كان بقى اللاعب ده ايه، لكن طبعا من اللعيبه الاقوياء اللي في الباكج سواء كانوا لعيبه ايبك او شو تايم. والفيديوهات دي انتشرت جدا وناس كتير بقى عماله تسال هل البرنامج ده حقيقي ولا لا، ولو البرنامج ده حقيقي نزله ازاي، لان عايزين بقى يجي لنا لعيبه ايبك ولاعيبه شو تايم وكل الكلام الجميل ده. ولكن قبل ما اقول لك الكلام ده حقيقي ولا لا تعال اقول لك على البرنامج الثاني، وهو برنامج يا صديقي لرفع الكوينز بشكل ضخم جدا. يعني في ناس رفعت بيه لحد 999 الف كوينز، وناس رفعت بيه لحد 99 الف كوينز وارقام ثانيه زي كده. طيب ايه حكايه بقى البرامج دي وايه حكايه الفيديوهات دي؟ الموضوع كله يا صديقي ان الكلام ده مش حقيقي تماما. يعني كل البرامج اللي انت بتشوفها دي هي حرفيا برامج فيك، والكلام ده كله مش بيشتغل فعلا في اللعبه. يعني عندك مثلا البرنامج بتاع الفتحات الايبك او الشو تايم اللي بيجيب لك لعيبه ايبك وشو تايم والكلام ده. انا يا صديقي دورت كويس جدا ورا البرنامج ده علشان ما اقولكش اي كلام على الفاضي، واكتشفت لك بقى ان البرنامج ده فيك ومش حقيقي تماما، والشخص بس اللي بيعمل الفيديو هو بيتلاعب بالمونتاج بتاع الفيديو علشان يثبت لك بس ان البرنامج ده هو اللي جاب له لاعب ايبك او جاب له لاعب شو تايم. والكلام ده مش حقيقي تماما، هو مجرد بس انه بيقص الحته اللي طلع له فيها لاعب ايبك ويحطها على طول بعد اللقطه اللي هو عمل فيها البرنامج يعني، واختار الاعدادات بتاعته والكلام ده علشان انت تفتكر ان هو جاله لاعب ايبك بالبرنامج ده. ولكن الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها كده اصلا، ولو في كده ما كانش حد غلب يا صديقي في اللعبه دي. كنت هتلاقي كونامي عماله تخسر وما كانش حد يشحن في اللعبه دي اصلا، والناس كلها بقى تجيب لعيبه ايبك وشو تايم بالبرنامج ده وشكرا كده. ولكن عاوز اقول لك ان كونامي اصلا ارباحها من الكوينز زادت جدا، وده في الفتره اللي فاتت دي لان الناس فعلا بدات تشحن بشكل كبير ومستخدمين اللعبه كمان زادوا وكل الكلام ده. فطبعا موضوع ان برنامج يجيب لك لعيبه ايبك او شو تايم ده موضوع كذب تماما. اما بقى الحاجه الثانيه يا صديقي هو موضوع زياده الكوينز في اللعبه، فده برضه برنامج مش حقيقي، او هو فعلا بيرفع الكوينز ولكن مش بالشكل اللي انت متخيله. يعني هو بس بيرفع لك شكل الكوينز هنا يا صديقي، اعداد الكوينز بس بتزيد، ولكن انت مش بتعرف تستخدم الكوينز دي في اي شيء اصلا. يعني لو جيت تفتح باكجات هيقول لك انك معكش كوينز اساسا، يعني الرقم ده بيكون رقم وهمي بس فوق كده، ولكن مش بتعرف تستخدم الكوينز دي في اي حاجه. ولو قفلت اللعبه ودخلت عليها تاني هتلاقي الرقم اللي فوق ده اختفى اصلا، وبقى معاك الكوينز الطبيعيه اللي كانت معاك من الاول، سواء بقى 100 كوينز او 200 كوينز او ايا كان. فده برنامج بس كده زي باتش بيرفع لك رقم الكوينز اللي فوق، يعني مش بينفع تستخدم الكوينز دي ولا الجي بي ده اساسا في اي شيء. ويبقى ده كده يا صديقي موضوع الفيديوهات اللي منتشره اليومين اللي فاتوا. اتمنى الموضوع يكون واضح للجميع، وبس كده يا صديقي. اتمنى يكون الفيديو عجبك، تعمل لايك سبسكرايب لو انت اول مره بتشوفني، وانزل لي كومنت رايق يا رايق. سلام.